بيجي لنا استفسارات كتير دايما واسئله كتير من المرضى بتسالنا عن نتيجه التردد الحراري، وهل هي نتيجه دائمه ما بحتاجش ان انا اراجع التردد الحراري ده مره تانية، وهل هي بتكون بديل امن لجراحه تغيير مفصل الركبه ولا لا. الحقيقه موضوع التردد الحراري هو من الحاجات الحديثه اللي بدات في الفتره الاخيره تاخد انتشار واسع، وده لان اغلب المرضى بيقلقوا من اجراء جراحات تغيير مفصل الركبه، خاصه في تاهيل العمليه او الالام اللي بتكون موجوده بعد العمليه. التردد الحراري هو اجراء امن جدا بنقدر نعمله في خلال اقل من 20 دقيقه بيكون المريض خرج من غرفه العمليات. هو بالمناسبه اجراء مش جراحي، لكن بيستلزم اجراءه داخل غرفه العمليات من اجل الحفاظ على التعقيم والحفاظ على عدم وصول اي التهاب او ميكروبات داخل المفصل. التردد الحراري هو بيعتمد فكرته الاساسيه ان احنا بنعمل حقن لجذور الاعصاب المسببه للآلام داخل مفصل الركبه، وبالتالي المده الزمنيه بتاعته ممكن يستمر معانا الفتره بتوصل من 3 ل 5 سنوات بدون اي آلام تماما في مفصل الركبه. بالاضافه لذلك ان احنا بنحتاج معاه نعمل حقن بواسطه الاكسجين النشط يحسن الدوره الدمويه ويوصل الغذاء اللازم لسطح المفصل، وبنحقن معاه مواد الكولاجين والهيالورونيك اسيد، وبالتالي يساعد على حركه المفصل بشكل دائم بشكل طبيعي بدون اي احتكاك. وفي نفس الوقت بعد العمليه مباشره او بعد الاجراء مباشره يبدا المريض يتحرك بشكل طبيعي، يمارس حياته بشكل طبيعي، يقدر لو عنده شغل يتحرك من تاني يوم ليه، لو بيمارس اي رياضه يرجع لها تاني. فكرة المدة الزمنية هي معتمدة بالمقام الأول على التزام المريض ببعض التعليمات المطلوبة أو النصائح الطبية بعد إجراء التردد الحراري، بتكون في صورة بعض التمارين البسيطة من أجل تقوية العضلات أو العضلة الرباعية الرأس اللي موجودة في الجزء الأمامي من الفخذ والأوتار الخلفية لمفصل الركبة. كل ما هنلتزم بالتعليمات دي هتستمر الإجراء أو هيستمر نتيجة التردد الحراري لفترة أطول، ويقدر المريض يتحرك بدون أي آلام. استنونا في موضوعات طبية جديدة دايما مع كلينيدو.